دي من اكتر الاكلات التايلاندية اللي بحبها، وده لانها لذيذة وسهلة وبتتعمل بسرعة جدا. عملتها بربع كيلو من مكعبات صدور الفراخ اللي غطيتها بمعلقة كبيرة دقيق ورشة فلفل اسود. ومش بحط ملح هنا عشان الملح والطعم بتاع الاكلة دي بيبقى في الصوص، والصوص ده عملته بمعلقة كبيرة اويستر صوص، عليها معلقتين صغيرين صويا صوص غامق، ومعلقتين صغيرين صويا صوص فاتح، ومعلقة صغيرة فيش صوص، ونص معلقة صغيرة سكر. في شوية زيت بقى على نار بين العالية والمتوسطة سويت الفراخ بالكامل لحد ما اتحمرت كده، بعدين شلتها على جنب. حطيت مكانها فصين توم مهروسين وقلبتهم 10 ثواني بس عشان ما يتحرقوش. بعدين حطيت نص بصلة متوسطة وقلبتها حوالي دقيقة. عليها حطيت فلفل ألوان ربع فلفلة من كل لون وقلبتهم برضو دقيقة. وحطيت 3 قرون من الفلفل الأحمر المجفف. وبعد نص دقيقة رجعت الفراخ تاني وحطيت حوالي 50 جرام كاشو محمص وقلبت عشان أسخن كل حاجة وأغطيها بالزيت. واخر حاجة بقى حطيت الصوص اللي عملته وبصل اخضر متقطع وقلبت لحد ما الصوص غطى كل حاجة، وكده بقى جاهز يتاكل مع طبق جازمين رايس تايلاندي. وعلى فكرة